أهلا بكم. في قعدة يوم الجمعة اللي فات في نقطة أنا كنت نسيتها، والسبب في كده إن أنا لقيت في حركة مفاجئة حواليا، خاصة إن أنا في شغل، فبسبب الحركة المفاجئة وناس بتتحرك فنسيت النقطة دي. هنوجزها بسرعة وبعد كده ندخل في موضوع حلقة النهاردة. النقطة اللي أنا كنت نسيتها نقطة العيل بيجي برزقه ولا لأ. كنا اتكلمنا في الفتاوى الغريبة اللي بتطلع علينا الأيام دي، والفتاوى صدر من ناس مسؤولين مش من أي حد، وناس ماسكين مناصب في دار الإفتاء. فمن ضمن الفتاوى الغريبة إن طلع واحد منهم كان أمين فتوى أيوة في دار الإفتاء، بيقول العيل ما بيجيش برزق ولا حاجة. ده كلامه. طبعا الكلام ده علميا عليه إكس، يعني كل الناس عارفة كده، ده الناس اللي مش متعلمين عارفين كده. أركان الإيمان الستة من ضمنهم الإيمان بالقدر. إيه هي أركان الإيمان الستة؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. الركن السادس هو القدر، والرزق من ضمن القدر، لأن الرزق مقدر فهو من ضمن القدر. فأي إنسان بيكون مقدر الرزق بتاعه، والعيل بيجي برزقه فعلا، ولكن مشكلة الرزق ده في الإدارة بتاعته. إدارة الرزق بمعنى إيه؟ الرزق ده مش اللي في إيد العيل بس أو اللي في إيد والديه وبس، ولكن في المال العام اللي بتتصرف فيه الحكومات وبتتصرف فيه الدولة. قد يكون من أسباب تضييع الرزق ده سفه الإنفاق اللي بتقوم به الحكومات. قد يكون من أسباب تضييع الرزق ده وفواته على العيل اللي بيجي برزقه الفساد اللي بيتسبب في ان الرزق ده بيضيع. قد يكون من اسباب تضييع الرزق ده السياسات غير الرشيده للحكومات. اذا العيل بيجي برزقه، ولازم نكون عارفين ان الرزق ده من ضمنه المال العام اللي بتتصرف فيه الحكومات وهي وضع ايديها عليه. وعلى حسب الحكومه بتتصرف كويس العيل ده بيعيش حياه كويسه. الحكومة ما بتقضيش على الفساد، أو لو كان من ضمن الشغالين في الحكومات دي من كبار المسؤولين ناس فاسدين، فخلاص العيل ده رزقه بيكون ضيق، والنتيجة في الآخر يطلع علينا شيخ معمم يقول العيل ما بيجيش برزقه. الحقيقة إن العيل بيجي برزقه، وكل إنسان بيجي برزقه، وليه رزق مقسوم ومعلوم. وقديما قالوا إذا وجدت جائعا في بلاد المسلمين فاعلم أن غنيا قد سرق رزقه. يعني الرزق ده اتسرق، مش إن هو ما بيجيش برزقه. نتكلم بقى في موضوع النهارده. الخبر بيقول لك إن بنت عاصي الحلاني تزوجت زواجا مدنيا، وتم عقد القران في إمارة دبي في الإمارات. هو ده الخبر. عاصي الحلاني للي ما يعرفوش هو مطرب لبناني شهير. احنا مواليد السبعينيات واللي جم بعدينا مواليد الثمانينات يعرفوه كويس، خاصة في فترة التسعينيات كنا بنسمعه كتير، وكان بيجي كتير في حفلات أضواء المدينة وحفلات ليالي التلفزيون، وكان ليه كليبات كتير، خاصة كان بتيجي في اليوم المفتوح. فاحنا نعرف عاصي الحلاني كويس جدا وبنسمعه من واحنا لسه صغيرين. عاصي الحلاني مطرب لبناني شهير مسلم الديانه. احنا عارفين ان عاصي مسلم الديانه، وليه اغاني دينيه وادعيه دينيه تثبت ان هو مسلم الديانه. فالخبر اللي جه الاسبوع ده بيقول ان بنته تزوجت زواجا مدنيا. وطبعا اول ما تيجي كلمه زواجا مدنيا معناها زواجا علمانيا، يعني زواج خارج دائرة الدين، بالرغم من ان اي زواج المفترض ان هو محاط بشرائع وطقوس دينية في اي بيئة من البيئات. يعني لو 2 مسلمين مثلا هتلاقي الاسلام نظم العلاقة وحط ليها شرائع، 2 مسيحيين شرحوا، 2 يهود شرحوا، لو 2 هندوس هتلاقي الديانة الهندوسية برضو بتتم من خلال رجال الدين الهندوس في أي بيئة كده. لكن حتة زواجا مدنيا دي اختراع جديد تم اختراعه، طبعا اختراق الشرائع الدينية والقبض عليها وعدم الالتزام بيها. ازاي ده حصل؟ طبعا البنت مسلمة لأن أبوها مسلم، وتزوجت من واحد مسيحي الديانة بالمخالفة للشريعة الإسلامية،
والزواج ده طبعا إسلاميا لا يجوز ولا يصح. هل الزواج ده زنا؟ ما ينفعش نقول كده، لأن طبعا جريمة الزنا لم يتوفر ركن النية، إن هما نيتهم الزواج مش نيتهم الزنا، فما ينفعش نقول إن ده زنا، ولكن هو زواج غير صحيح ولا يجوز إسلاميا. وعشان كده ما ينفعش، يعني الكلام ده تحذير، ما ينفعش أي بنت مسلمة تتزوج واحد غير مسلم. عندنا النص القرآني الواضح: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. إذا ما ينفعش واحدة مسلمة تتجوز واحد مش مسلم أيا كانت ديانته. طيب، فيه تفاصيل تانية بتحيط بحاجة زي كده. التفصيلة الأولانية، طيب هو مش الدكتور يوسف قرضاوي كان ليه فتوى قديمة أجاز فيها إن لو زوجين غير مسلمين، واحدة الزوجة أسلمت وزوجها ما أسلمش، مش هو أجاز إن الزوجة دي تفضل مع جوزها وإن هو يفضل جوزها انتظارا أو أملا في إن هو يسلم في يوم من الأيام؟ ده حصل. صحيح في ناس اعترضوا على الفتوى دي، لكن جمهور علماء الأزهر الشريف كانوا أيدوه ساعتها، وعلماء كبار ساعتها طلعوا وقالوا فعلا هو بيتكلم صح. منهم اللي قال بس الفترة دي تكون محددة، تكون سنة، وفيهم اللي قال 5 سنين، وفيهم اللي قال 10 سنين، والمدة دي كلها اجتهادات لم يرد بها نص، لكن من حيث المبدأ كلهم أيدوه. قالوا لو 2 فعلا غير مسلمين والزوجة أسلمت، ليها إن هي تفضل معاه وتفضل زوجته تماما أملا في إنه هو يسلم. وطبعا تم قياس الحكم ده أو الفتوى دي على حالة السيدة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجها العاص بن ربيعة، إن هي أسلمت وهو طبعا رفض إن هو يسلم، وفضلوا قاعدين على الحالة دي حوالي 20 سنة أو حوالي 18 سنة مستنياه إن هو يسلم أملا في إن هو يسلم، وفي الآخر أسلم فعلا. طبعا طول ال 18 سنة دي تم التفريق بينهما، يعني ما تكونش معاه تحت سقف واحد، وإن هو ما يلمسهاش كزوجة ليه، لكن هي فضلت زوجة ليه. ولما هو أسلم الرسول عليه الصلاة والسلام مش جوزهم تاني من أول وجديد أو عقد عليهم تاني من أول وجديد، لا، هو رجعهم لبعض تاني كزوجين، إن الزواج كان قائم. إذا لو 2 متجوزين، ده اللي احنا بنأكد عليه، والزوجة أسلمت، ليها إن هي تنتظر زوجها أملا في إن هو يسلم. ولكن ده بيحكمه قاعدة ما يجوز بقاء لا يجوز ابتداء. بمعنى إيه؟ إن هم أساسا كانوا زوجين وهي أسلمت، لكن إن في الأول خالص إن هي مسلمة وهو مش مسلم، لا، ده لا يجوز. دي غير دي خالص. إن لما يكونوا هم زوجين وهي أسلمت وهم مع بعض، دي تفرق عن إن هم من الأول هي مسلمة وهو مش مسلم واتجوزوا، دي غير دي. فلا يجوز إن واحدة مسلمة تتزوج واحد غير مسلم. حلو؟ نأمل في إن طبعا علاجا لحالة زي كده، يعني طبعا دي سابقة خطيرة جدا جدا جدا، والمؤلم فيها إن ده تم في الإمارات، يعني عقد القران والزفاف تم في الإمارات، دولة إسلامية طبعا أغلبيتها إسلامية وعضو فيهم منظمة المؤتمر الإسلامي، وتم على أراضيها حاجة زي كده وينسب ليها حدث زي كده. نتمنى مستقبلا إن يحصل زي ما حصل مع جورج وسوف. جورج وسوف طبعا هو مسلم من حوالي 20 سنة، بس هو احتفظ باسمه اللي هو جورج وسوف، زي ما حصل مع الممثلة مريم منيب. مريم منيب أسلمت واحتفظت، بس احتفظت باسمها مريم منيب، وهي جدة عامر منيب المطرب اللي مات الله يرحمه. جورج وسوف وهو مسيحي تزوج من واحدة مسلمة، ده اللي حصل، اللي هي مراته الأولى أم وديع، دي مسلمة، ومع ذلك هو تزوجها وهو مسيحي، وفضلوا مع بعض لحد ما هو أسلم بعد ما وديع كبر. تمام؟ فنأمل إن ده يحصل في يوم من الأيام، برغم إن جورج وسوف هو كان مسيحي تزوج أم وديع وهي مسلمة. تمام؟ والزواج ده برضه نفس حالة
بنت عاصي الحلاني، لكن جه اليوم اللي جورج وسوف أسلم فيه وبقى الزواج ما بين زوجين مسلمين، جورج وأم وديع. الحاجة الثالثة اللي عاوز أتكلم فيها في قعدة النهاردة نقطة الزواج العلماني. هو ما الزواج مدني ده عنوان خادع، ما اسموش زواج مدني، هو اسمه زواج علماني. ومعروف ان العلمانية هي اتت علشان هي تلغي كل الشرائع وتلغي كل الاديان. طبعا بعض المخدوعين بالعلمانية او بعض الخادعين بالعلمانية اللي بيحاولوا يضحكوا علينا وعلى غيرنا يقول لك العلمانية دي مجرد مذهب فكري وبتحترم كل الاديان، وانها بينها وبين الاديان مساحة واحدة، ده اللي بيتقال، وانها لا تفرق ما بين الاديان. الحقيقة ان العلمانية هي ديانة وضعية، هي دي حقيقة العلمانية، وده اللي أكده الدكتور هيثم طوعت وبيوصفها دائما بأنها الديانة العلمانية، هي ديانة وضعية، ديانة بديلة للشرائع السماوية، وهي أتت لإلغاء كل الشرائع. والديانة العلمانية تلاقيها مثلا إن هي ليها عقيدة بديلة، كل الشرائع السماوية بتفكر في الحياة الآخرة بعد الموت، اما الديانه العلمانيه فهي بتقول ايه ده يا جدعان، لا انتوا خلوا تفكيركم كله في الدنيا، مالكوش دعوه باللي هيحصل في الاخره، الاخره دي مالناش دعوه بيها او لسه بدري عليها او تقريبا مش هتيجي يعني. تمام. الحاجه الثانيه ان الديانه العلمانيه ليها شرائع، هي مثلا بتحاول ان هي تلغي شريعه الزواج في كل الديانات سواء الاسلام او المسيحيه او غيرهم، وتوجد ليها هي شرائع خاصه بيها، زي ما احنا شفنا المثال اهو، ان مثلا تلغي شريعه الجواز في الشريعه الاسلاميه وتخلي المسلمه تتزوج من غير مسلم، او انها تلغي شريعه الميراث في الشريعه الاسلاميه بحيث ان توزيع الانصبه ما يكونش زي ما ورد في ايات سوره البقره وسوره النساء، لا، توزيع الميراث يكون طبقا لما نصت عليه شرائع الديانه العلمانيه. حاجات كتير بتنص عليها الديانة العلمانية اللي هي فعلا أقرب إلى ديانة وضعية، أتت لإلغاء كل الديانات وإنها تحل محلها. والمثال قدامنا اللي هو الزواج الذي سمي مدنيا مع إنه في الحقيقة زواجا علمانيا. قعدتنا النهاردة كده خلصت، ونلقاكم إن شاء الله الأسبوع الجاي في قعدة يوم الجمعة. السلام عليكم.